الانسحاب من المنافسات كأس أفريقيا 2025. يا دراجي، أنت بلا شك أدرى مني بميدان الرياضة. الرياضة ليست مجرد نشاط بدني أو ترفيه، بل هي مجال عميق ومتعدد الأبعاد يتضمن التنافس والتواصل الاجتماعي. في الجزائر أن تستخدم الرياضة كأداة لتحقيق أهداف سياسية، وهذا ما حدث مع الرياضيين الجزائريين في ظل النظام الفاشل الذي يحكمكم. فقد قام هذا النظام بمنع المنتخب الجزائري من المشاركة في كأس إفريقيا لكرة القدم التي تقام في المغرب، وذلك لسببين رئيسيين. الأول هو رغبتهم في إخفاء مستوى التقدم الذي حققه المغرب في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية. أما السبب الثاني فهو الغيرة والحسد، حيث يعكس النظام الجزائري كراهيته لكل ما هو مغربي. لأن كأس إفريقيا سيكون على مستوى التطلعات بإذن الله، وسيحقق نجاحا كبيرا سواء بحضوركم أو بغيابكم. إن المشاركة الفعالة من الجماهير تعتبر عنصرا أساسيا في تعزيز الأجواء الرياضية. ولكن حتى في عدم وجودكم فإن البطولة ستظل تسعى لتحقيق أهدافها وتقديم مستوى يليق بتطلعات الجميع. دمتم حاسدين وحاقدين، ودمنا بحفظ الله ورعايته.